السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا المقطع القصير إن شاء الله. باش نحاول نتناولوا فيه الفرق ما بين فسح المجال وستوب، يعني نعديو انترسيكسيون بالفسح المجال وانترسيكسيون بالستوب. على اليسار شنو هي الفرق سيدي خويا؟ هنا عندنا بلاك فسح المجال، حسب رايك شنو هي الفرق ما بين بلاك ستوب وبلاك فسح المجال؟ بلاك ستوب لازم عندك حركة ستوب فسح المجال، هاي بلاك ستوب لازمني نقف كريمون، نوقف يعني في كل الحالات نقف، في كل الحالات نقف، كيلكو سوا الكياس فارغ ولا واقف ولا مع ولا فارغ يميني ويساري بعد نخرج. وفسح المجال فسح المجال في الحالات لازمني نشوف معناها الفرق. يعني كان الكياس فارغ اذا كان على الكياس فارغ نتعدى، ما عندي حتى مشكل، ماذا بينا نكشفوا طريقنا من بعيد. واذا كان عندنا الكياس معبي نولي نضطروا باش نقفوا. يعني الفرق الاول انه ستوب، نحاوسوا المعلومه، ستوب في كل الحالات، كل الحالات نقفوا، لازم نقفوا كما توقفنا بالرغم انه الكياس فارغ، ونعاودوا ونخرجوا. وفسح المجال كان ما عندنا حتى شيء، كياس فارغ شاغر نواصلوا، كان فما شكون باش نقفوا. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني المهم برشا، بدل الزين على اليسار. الفرق الثاني المهم برشا اللي هو اخذ القرار. في الستوب ناخذ القرار وقت اللي الكرهبة واقفة، يعني اسهل برشا في اخذ القرار، بينما فسح المجال ناخذ قرار والكرهبة اون مارش وهي تتحرك. هذا الفرق الثاني والمهم. وبالتالي نعاود نكرر ديما بنفس الحكاية، يجب التركيز على ابجدية السياقة فيما يخص البارتي ميكانيك، المانيبيولاسيون نتاع اجهزة التحكم، لي تروا بيدال والفولون واللوفي دو فيتاس. هذا هو على اليمين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.